السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه يا اجمل اخوات؟ وحشتوني كتير، وجايه لكم النهارده فيديو بقى اللي الناس كلها بتحبه او معظم الناس بتحبه. هنعمل النهارده يا جماعه طريقه مختلفه خالص وطريقه جديده لتخليل السردين. احنا نعمل النهارده طريقه السردين، وهنشفه زي ما انتم شايفين معايا كده. انا مسكته علقته كده زي ما انتم شايفين، خليت دماغه تحت ورجليه فوق وديله فوق سوري. بص كنت بعذبه يعني، فانا دي احسن طريقة لعمل السردين او الفسيخ. انا بعمله بنفس الطريقة برضو، بتوفر معايا وقت كتير، بتوفر معايا ان السوائل كلها بتنزل من الفسيخ او السردين. بيقعد وقت قليل، ما بيقعدش وقت كتير. انا كده يعني قعدته كده علقته زي ما انتم شايفين معايا كده لمده ساعتين ثلاثه بس مش اكتر. لقيته كله اتصفى. يعني بصوا الصينيه انا ماسكاها عماله احط واشيل واحط واشيل، مفيش نقطه دم نزلت في الصينيه. يعني معنى كده اللي هو نشف نهائيا من الايه، من كل السوائل اللي فيه. يلا بينا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام، ونبدا بنعمل الايه، نخلي السردين اللي انتم شايفينه معانا ده سردين بلدي. احنا جبناه المقاس بتاعه كويس جدا. قلنا بقى نخلله بطريقه حلوه جدا، ما بيقعدش كتير ما بيقعدش كتير، واكد عليكم انه ما بيقعدش كتير، من 4 ل5 ايام بس، وتفتحي عليه وتاكلي بالف هنا وشفا. جبنا بصوا يعني بمقام كده ايه، كوبايه ملح، وكمان معلقه شطه كبيره، و يعني ورشينا بقى زي ما انتم شايفين كده. جبنا العلبة بتاعتنا وحطينا في قلبها كيس، ورشينا حبة ملح وشطة، وجبنا بقى كمية من خلي الفسيخ بالظبط. نخش في الخياشيم بتاعته، ندخل لها شطة وندخل لها ملح، بس كده. ونفضل نرص بقى السردين معانا يمين وشمال زي ما انتم شايفين معايا كده في الفيديو. طريقة سهلة جدا ومش هياخد منك وقت ولا مجهود خالص، وهتطلعي احلى سردين طري، وكمان هتبقى مش مملح قوي، وطريقته هتبقى لذيذه جدا. خلصت اول بص طبقه كده، ورشيت رشه ملح خفيفه. كل ما هتخل وتبقي انت ترصي السردين واحده عكس واحده، يعني طبقه عكس طبقه. فاحنا بقى عملنا الطبقه اللي التانية زي ما انتم شايفين معايا كده. برضو بطريقة سهلة ما فيهوش اي حاجة. والناس اللي ما بتعرفش تخلل يا جماعة، السردين من ابسط الحاجات اللي انت ممكن تخلليها. كل طبقة هترشي ما بينهم رشة ملح زي ما انتم شايفين، وهنحط في الخياشيم بتاعة السردين ملح. كل ما نحط ملح ونكبس ملح، لو في اي بكتيريا ولا في اي حاجة في الخياشيم بتموت على طول، لان الشطة والملح ايه، بيقتل اي بكتيريا في قلب السمك. فزي ما انتم شايفين كده معايا ما شاء الله، ده كان كيلو ونص تقريبا من السردين. كمية حلوة جدا والله، وفيرة. وهتعمليه، هو دلوقتي سعره مناسب برضو، سعره حلو قوي. وبس كده زي ما انتم شايفين معايا. هنخلص بقى الكمية دي كلها، لان هي مش صعبة خالص. الناس اللي مستصعبة ان هي تعمل السردين او الفسيخ في البيت، والله انضف واحسن واوفر، وكمان يعني ما بياخدش وقت معانا خالص. وكفاية ان الحاجة بتعمليها في البيت نظيفة وواثقة من نظافتها كمان. انا ده اول فيديو نعمله مع بعض للسردين. انا عملت فيديوهات كتير قوي خللت معاكم فسيخ، والحمد لله ولا مرة فشل. ودي بقى المرة دي عملنا السردين زي ما انتم شايفين معايا كده، بالطريقة دي برضو ان شاء الله مش هيفشل. وهنفتح عليه معاكم برضو. يعني انا يعني مش هخبي عنكم اي حاجة. هنفتح مع بعض بعد 4 أو 5 ايام. بالظبط الفيديو ده انا كنت عاملاه، يعني انا نزلته لكم بعد ما عملته بيومين. يعني أنا ان شاء الله باذن الله هننزله يوم الاثنين ان شاء الله، هنفتح عليه مع بعض ونشوف النتيجة بتاعته عاملة ازاي. خلصنا الكمية هي خلاص كلها خلصت معايا. الصراحة يا جماعة كانت سهلة جدا، مخدتش معايا ولا وقت ولا مجهود ولا اي حاجة، سهلة وبسيطة جدا جدا جدا. وعشان خاطر كمان يطلع معاكي طري وجميل وما يبقاش ناشف، هنضيف عليه زيت. لازم الزيت، لان الزيت ده حاجة اساسية جدا في تخليل السردين. نحط كمية زيت كده حلوة على الوش زي ما انتم شايفين كده، ونقفل بقى الكيس بتاعنا قفله حلوه محترمه كده، وتحبكي الكيس كويس جدا جدا جدا، تحبكيه جامد زي ما انتم شايفين معايا كده. وقفلت العلبه كمان جامد، وهسيبها